هنتكلم النهاردة عن السماعة اللي هي الام 10. ناس كتير بتتكلم عاوزة تعرف ايه امكانيات الام 10، وهي هل فعلا باور بانك للموبايل ولا مش باور بانك، وصوتها حلو ولا المايك بتاعها حلو او لا. تمام، يلا بينا نعرف ايه الفرق. دي بقى السماعة صورتها على الطبيعة زي ما انتم شايفين كده. تمام، جايب بوكس شكله شيك، اللون بتاع العلبة لون فاميه. هنتكلم عن احدث اصدار للام 10 يا جماعه في الايربودز. تمام، هي ايربودز وباور بانك في نفس الوقت عشان تشحن بيها تليفونك، تشتغل على كل التليفونات الاندرويد والايفون وكل الاجهزه والساعات الذكيه كمان. بتشتغل بالتاتش واحدث اصدار بلوتوث اللي هو 5.1. ممكن ترد على المكالمات وتغير الاغاني من التاتش بتاع السماعه نفسها. هي بيقولوا مقاومة للماء برضو والتعرج بشكل كامل، بس برضو ما انصحش اللي هو تجربها في حتة مقاومة للماء. هي في ميزتها برضو فيها ثبات عالي بالأذن اللي تناسب الرياضة، يعني اللي هو مثلا لو انت بتحب الجيم في الجري والحاجات دي بيكون فيها ثبات محترم وانت بتجري وانت بتلعب جيم والكلام ده. تمام، هي برضو فيها مزودة بمانع عزل الضوضاء الخارجية، بس برضو يا جماعة اقول لكم هي مش هتبقى 100%. تمام، هو ممكن يبقى مزودة بالاي ان سي بس مش هتبقى اعلى حاجة. البطارية بتاعتها 3000 ملي امبير. تقنية الصوت 9 دي. تمام، مناسب للالعاب. تمام، المايك بتاعها ما شاء الله عالي، صوت عزل الضوضاء محترم الى حد ما برضو عشان تبقوا عارفين مش احسن حاجة برضو. تمام، البطارية بتاعتها الاستهلاك 5 ساعات متوصل للشحن، وبتشحن في بوكس 5 مرات 15 مرة. تمام، مصنوع من مادة البي في سي والاي بي اس. تمام، وعشان تحقق القوة زيادة في المرونة والاستحمال في الوقعات والخبطات والحاجات دي. بصوا بصراحة الايربودز دي حلوة جدا، هي من نوع المشهور ام 10، في ام 19 وام 9 وام 5 والحاجات دي، بس انا انصح بالام 10. الام 10 معروفة بتقعد فترة محترمة، هي يعتبر اكتر نوع ايربودز شعبي اتشهر بقى ليه شعبية انه انتشر. الام 10 ناس كتير عاد بتسأل الام 10. تمام، ويستحسن تشتري الايربودز من محل، سيبك من المواقع الاونلاين ممكن تجيلك بايظه، عشان هي معظم الحاجات دي ممكن تبقى مركونه عندهم. فانصح لو انت عايز ايربودز تشتريها من مكان بعينه. تمام، هي متوفره برضو عندي في الفرع سنتر لوا مركز ميت النصر شارع مستشفى العام بجوار مغسله مكه. تمام، هي دي الفرع بتاعنا متوفره فيه. ان شاء الله تنورونا، اتمنى الفيديو يكون عجبكم. شكرا لكم.